مرحبا أصدقائي، معكم نور ياسين، وهي رجعت لكم بفيديو جديد. أخيرا يعني بعد هالغيبة الطويلة خلص قررت بإني أرجع لكم. السبب ببساطة بإنكم كتير عم تبعتوا لي رسائل على حسابي على انستغرام. دائما عم تجيني رسائل: ايمت استاذ نور بدك ترجع تعمل لنا دروس جديدة، ايمت يا استاذ نور لازم تكمل بالقناة والى اخره. فكتير بتشكركم على هذا الدعم وعلى هذا الحب والكلماتكم الطيبة، التعليقات اللي بتجنن بشكل مستمر. فيا جماعة أنا قررت بإني أرجع على القناة من شانكم ومن شان نكمل مع بعض سلسلة دروس تعليم الرسم. كمان مثل ما تعودتوا علي دائما رح أرجع أعلمكم بطريقة سهلة بشكل مستمر. بدي أحاول قدر الإمكان ساعدكم على أنكم توصلوا لحلمكم لتكتسبوا هاي الهواية الجميلة، ولحتى تنموا هوايتكم بالرسم بشكل أفضل وأفضل. وبتمنى منكم تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وأصحابكم يلي بيعرفوني أو يلي حابين يتعلموا رسم، لحتى ترجع القناة تقوى مثل ما كانت قبل. ويلا خلونا نبلش بهذا الدرس وإن شاء الله تستفيدوا منه. إذا مثل ما شفتوا معي يا أصدقائي بالعنوان، نحن رح نتعلم اليوم رسم اليدين. اليدين يا جماعة عن جد من أكثر الأشياء الصعب رسمها من الجسم، ولكن بوعدكم بإنكم تتعلموا رسمها بسهولة. بس بدي إياكم تكونوا صبورين، مو من أول مرة وثاني مرة تحاولوا تشتغلوا تلاقوا صعب الموضوع تقوموا تبطلوا تكملوا. لا، معي لازم تستمروا لحتى توصلوا للنتائج اللي انتم بتحبوها. من البداية راح احكي لكم بانه راح استخدم انا هلا حاليا الماركر او القلم الماركة حسب شو بتسموه ببلادكم، لحتى اعلمكم عليه على الوايت بورد. انتم بامكانكم تستخدموا قلم رصاص او اي قلم اخر. هو عبارة عن تعليم على السكتش. يعني بالبداية بدنا نتعلم الخطوط الخارجية لرسم الإيد، وبعدين بإمكانكم تطبقوا عليها الظلال وإلى آخره بفيديو تاني. ولكن بهذا الفيديو رح نتعلم هيكلية رسم الإيدين، لأنه الإيدين مثل ما انكم شايفين إذا بتطلعوا على إيدي، اليد فيها كتير تفاصيل، وكل ما تحركت بشكل مختلف تتحرك تفاصيل رسمة الإيد. بينما الوجه مثلا يا أمامي يا جانبي يا لفوق يا لتحت على حسب انتم شو عم ترسموا. بس الإيد بالذات تتحرك بكتير اتجاهات وبتاخذ كتير أشكال بحسب الحركة. بس هلأ رح أعلمكم تقنية تقدروا ترسموا فيها الإيدين بطريقة سهلة جدا، ولكن بدها شوية صبر وتكرارات لحتى توصلوا للنتيجة اللي انتم بتحبوها. تمام؟ شوفوا معي في طريقة إذا استخدمناها رح يصير الموضوع أسهل علينا بكتير. يعني ما تحطوا قدامكم إيدكم وتحاولوا ترسموها. امسكوا الموبايل وصوروا صورة من الموبايل. أنا رح صور هلأ صورة مباشرة ورح شارككم بهي الصورة. فأنا رح أحط إيدي مثلا بشكل معين، رح أحطها قدام الوايت بورد حتى يكون شكلها خلفيتها بيضة. رح أحط إيدي بهذا الشكل ورح صورها. تمام؟ ورح أحط لكم عندكم هون الصورة لحتى تشوفوها. رح خليها هون وانا رح ارسم هي الصورة. بس بالنسبة لكم انتم ما ترسموا نفس الصورة، رسموا شيء من عندكم. يعني صوروا ايدكم ورسموها بنفس الاسلوب اللي انا عم اعلمكم اياه. تمام؟ وبامكانكم بعدين تغيروا شكل الايد وترسموا. ولكن رح نتعلم هلا النقاط الاساسية لرسم الايد. بس انت تعلمتوا هي النقاط، بعدها بتصير رسم الايد بالنسبة لكم سهل كيف ما كان شكلها. تمام؟ بالبداية رح اشرح لكم شوي كيف بامكاننا نشوف الايد بالطريقة الصحيحة كرسامين. مثلا بنحط قدامنا الايد. انا هلا عم احط لكم اياها على الشاشه حتى انتم تشوفوها، بس انتم تطلعوا هيك على ايدكم وتخيلوا معي كيف العظام داخل الايد، لانه شيء رئيسي برسم الايد ان نفهم هيكليه الايد من ناحيه العظام والعضلات. تمام؟ يعني مثلا عنا اذا بتتنوا ايدكم بهذا الشكل بتحسوا بانه هون الاوتار هي بادئه من عند الرسغ، من هون مبلشه من هون الاوتار ومنتهيه عند هي النقاط اللي هي العظام المفاصل الموجوده باول الاصابع. اذا هي الاشياء اللي بدنا نرسمها نحن بالبدايه، بعدين بدنا نرسم فوقها العضلات. عنا هي النقطه الرئيسيه، وعنا هون 4 نقاط، وعنا عند كل إصبعة رح نرسم دائرة أو رح نرسم نقطة. المسافات بين الأصابع بدكم تتخيلوا معي المسافة من هون لهون هي نفس المسافة من هون لهون إلى آخر الإصبع. يعني بدنا نقسم الأصابع لجزء 2، الثالث كل إصبعة من الأصابع. بس هي الإصبعة جزئين مثل ما انكم شايفين. وهون في عنا هي العضلة، وهون في عنا هي العضلة. هون على فكرة ما في عضلة، هون كلها أعصاب، بس لأنه الجلد هون سميك فبتبين بأنها عضلة.
فهي الاشياء نحن لازم نركز عليها ونشوفها منيح ونطلع على تفاصيلها، بعدين بدنا نطبق. ليش عم احكي لكم هي الاشياء؟ لحتى تكونوا على علم ودرايه بتشريح الايد، لانه اذا فهمتوا التشريح اكثر راح تفهموا كيف تنرسم بطريقه افضل. وطبعا كل ما تغيرت شكل الايد بيتغير شكل عضلاتها، وهذا الشيء مهم بالرسم. يعني عندي مثلا هلا الاصبع مستقيم، بس لما بتنيه بيتحول الاصبع لهيك التفافات، فكل ما تغير شكل الايد بيتغير شكل الاصبع، وبالتالي بدها تتغير معنا بالرسم. فاذا عم ترسموا من خيالكم، شرط رئيسي بانكم تطبقوا اول شيء اشياء شايفينها، بعدين لما بتصيروا بترسموا اكثر واكثر ببلش خيالكم ينمو بهذا الشأن. يعني ما في حدا تعلم الرسم مباشرة راح بلش برسم اي شيء من خياله، لانه هذا الشيء مستحيل. اي رسام بتشوفوه عم يرسم من خياله بيكون بالبداية راسم كثير قبل ما يوصل لموضوع الخيال. اي شيء عم ترسموه ان كان ايدين وان كان اي شيء ثاني، المفروض تحطوا قدامكم اشياء وترسموها، بعدين تطبقوا على ارض الواقع. لما بتطبقوا بهي الطريقة بعدين خيالكم ببلش يصير أفضل وأفضل. كثير تجيني أسئلة إنه أنا كيف بقدر أرسم من خيالي؟ ما في حدا بيقدر يرسم من خياله على الأطلاق إلا إذا راسم قبل كثير أشياء هو شايفها. فقدامكم مزهرية ارسموها، قدامكم كاسة ارسموها، زجاجة، أي شيء أي شيء. حطوا قدامكم مواد بسيطة، أدوات بسيطة، ارسموها، بعدين ارسموا شغلات أصعب وارسموا شغلات أصعب. يلي بيروح على مدارس الفنون واللي بيروح على الجامعات اللي بيدرسوا فيها الفنون الجميلة بيحطوا لهم قدامهم أشياء، تماثيل، مربعات، مكعبات، مثلثات، كل هي الأشياء بيرسموها مرارا وتكرارا لحتى يفهموا الضوء والظل. بعدين بتصفي الهواية، بتتنمى أكثر وأكثر من خلال التكرار. وهون بنوصل لموضوع الخيال. لما بصير الواحد بيرسم كثير أشياء ولفترات طويلة بيصير عنده موضوع الخيال، بانه مثلا انا عم برسم منظر طبيعي، انا بعرف كيف تنرسم الشجره وبعرف كيف بينرسم الجبل، بعرف كيف بينرسم البيت، بصير خيالي هون بيشتغل، بصير بدي اطبق طريقه مختلفه. المنظر بالفعل ما موجود بالاصل، ولكن بهي الطريقه بصير موجود. فاللي بدي اياه منكم هلا حاليا بانكم تشوفوا ايدكم تتاملوها مزبوط، وبعدين نطبق على الرسمه. مثل ما حكيت لكم رح ناخذ صوره من الموبايل، بعد ما ناخذ هي الصوره بدنا نحط النقاط الرئيسيه للمفاصل. مجرد ما حطينا النقاط الرئيسية للمفاصل بتصير الرسمة علينا أسهل وأسهل، وراح فرجيكم هلأ كيف بالتطبيق. فأنا هلأ عندي صورة إيدي، بدي أحاول أتأملها شوي قبل ما أبدأ رسم، وبعدها بدي أطبق وتشوفوا كيف عم يصير التطبيق. لنتخيل بأنه هذا الرسم راح أحاول أرسمه مكان ما موجودة هون الإسوارة، راح أحاول أتخيله كدائرة. تمام؟ راح أرسم لكم إياها شوي بشكل كبير لحتى تكون أوضح بالنسبة لكم. دائرة بيضاوية بهذا الشكل، اوكي؟ ومن هالدائرة مثل ما حكيت لكم طالع اوتار. فاذا عندي وتر طالع هيك، ووتر ثاني، ووتر ثالث، هدول الاوتار الظاهرة. هدول الاوتار يا جماعة واصلات لعند المفاصل هي. ولنفرض المفصل عبارة عن دائرة بهذا الشكل، والمفصل الثاني دائرة بهذا الشكل، والمفصل الثالث دائرة بهذا الشكل. المفصل الرابع ما ظاهر تماما، ولكن تقريبا هو هون موجود، بس ما ظاهر لانه ايدي مايله شوي. فمن هون بيرجع الوتر الرابع. طبعا هي الاوتار هي المسؤوله عن شد ورخي الايد. بعدها راح احط النقطه الثانيه اللي هي هذا المفصل، الدائره تكون شوي اصغر، وهذا المفصل الدائره كمان تكون شوي اصغر، ونفس الشيء للمفصلين الثانيات. تمام؟ هلا هون الرسمه ما راح تطلع 100% نفس الصوره، بس راح عم افهمكم كيف ممكن نوصل لطريقه رسم الايد من الخارج بالطريقه الافضل والاسهل. وعندي كمان هذا الاصبع، المسافه من هون لهون هي المسافه نفسها من هون لهون، يعني لثاني مفصل. اوكي؟ بقيس المسافه بهي الطريقه وبحط هون النقطه الثانيه، وبقيس المسافه بهي الطريقه وبحط هون النقطه الثانيه، ونفس الشيء لحتى نوصل لفوق. تمام؟ هلا عندي النقطة الأخيرة. النقطة الأخيرة نفس الشيء، راح نرسم دائرة بنفس المسافة، بس الدائرة أصغر طبعا. هلا هي ما كانت نفسها تماما، راح أعملها نفسها. عندي كمان إصبع الإبهام. تمام؟ الإبهام بإمكانكم شايفين هي الدائرة ترسموا نفسها هون من هي الزاوية بهذا الشكل مايلة، ومن هي الدائرة راح نبلش بالإبهام. راح ناخذ نقطة
تقريبا تشابه هي المسافة هيك، ونقطة بعدها أصغر بشوي بهذا الشكل. راح نوصل بيناتهم من فوق، بعدين بعلمكم كيف نرسم العضلات بهي الزوايا. بداية راح وصل أول إصبع بهذا الشكل، وثاني إصبع بهذا الشكل، ثالث إصبع بهذا الشكل، رابع إصبع بهذا الشكل. هلا هيك بلشنا بالأصابع، طبعا بعدها راح نمسح هي الأشياء ونرجع نرتب الشكل بطريقة أفضل، بس هذا هيك عم بشتغله بطريقة سريعة لحتى توصلكم الفكرة بطريقة أسهل. بعدين عندي هي العضلة راح يكون شكلها كمان دائري وطويل بهي الطريقة، راح نوصلها من هون، وعندكم هون عضلة تقريبا شكلها مثلث بهذا الشكل، وهيك راح نوصلها لهون، وهون راح يكتمل عنا كمان الإبهام. بعد ما رسمناها بهي الطريقة بدنا نرجع نطلع على الصورة ونركزها بطريقة أفضل. هلا هون لحد الآن اللي رسمته أنا هو فقط مكان توضع العظام. هلا راح احاول ارتبها بشكل افضل. بداية راح امسح الاشياء الداخلية، بعدين راح طبق على الخط الخارجي. اذا يا اصدقائي هي احد الطرق لرسم الايدين. طبعا في طرق ثانية، راح احاول اعمل لكم كمان فيديوهات توضح لكم اكثر رسم الايدين بالطرق الثانية، لانه في كذا طريقة، فممكن انتم ترتاحوا لطريقة ثانية. هلا انا مسحت الاشياء الداخلية داخل الايد، ومثل ما انكم شايفين صار عندي الشكل الخارجي للايد. هون في عندكم بدال الدوائر اللي شلناها من هون، في عندكم هون راح يبقى، طبعا لما بدنا نظلل بده يختلف الكلام، لانه بالتظليل لازم نبرز هي الاماكن، وبعض الاماكن تكون مضوايه وبعض الاماكن لا، وبدها تظهر كمان العروق. بالتظليل لما بدها تظهر التفاصيل اكثر راح تفهموا رسم الايد بشكل اكثر. بس نحن بالبداية بدنا نفهم بس الشكل الخارجي كيف بينرسم. بهي الطريقة انتوا صرتوا تعرفوا كيف بينرسم الشكل الخارجي، وقيسوا المسافات بإيدكم. يعني ما شرط يكون معكم مسطرة، بإيدكم حطوا إيدكم هيك وقيسوا المسافات وشوفوا كل مسافة قديش بعيدة عن الثانية، ونفذوا نفس الطريقة على الورق أو على اللوح مثل ما أنا عم بنفذ، وارسموا كذا مرة. يعني ما تستسلموا من أول مرة تقولوا الموضوع صعب، لا، بالتكرار بتتعلموا، وكل ما بترسموا أكثر تكتشفوا طرق جديدة وأساليب جديدة، وبتقولوا أخ أنا هون مثلا أخطأت، هلأ رح صلح، وهيك إلى آخره. الرسم ما بيوقف عند محاولة وتنتين وثلاثة وعشرة، لا، لازم تضلوا مستمرين لحتى تصيروا أفضل وأفضل. وراح تلاحظوا هذا الشيء كل رسمة عن رسمة، راح تلاحظوا بأنه مستواكم بالرسم تحسن أكثر مرة عن مرة. فهون عندي أنا صار شكل الإيد الخارجي. طبعا بإمكانكم على حسب شكل الإيد، على حسب عرض إيد الشخص، بإمكانكم تكملوها من هون، أو أنتم إذا صورتوا الصورة. طبعا في عندكم هي العظمة ما تنسوها اللي هي موجودة هون بهي الجهة هيك، فأنا رسمت بسرعة على الماشي. فهون عندكم هي العظمة طبعا بارزة ونازلة على حسب إيد الشخص. عند البنات بتكون يعني ما بارزة كتير، عند الشباب ممكن أكتر، وبتختلف من إيد لإيد. طبعا أحجام الإيدين بتختلف، ما في إيد معينة وقياس معينة، قياسات معينة. يعني مثلا أنا إيدي تعتبر حجمها كبير، في ناس حجمهم أصغر، في ناس أصابعهم من فوق مدببة أكثر، أنا مثلا أصابعي دائرية أكثر، في ناس أصابعها أدخن. فما في شيء قاعدة يعني ما بتتغير برسم الإيدين. رسم الإيدين والأشخاص والأشكال بتتغير بشكل مستمر. بالفيديو الجاي راح أعلمكم كيف تشوفوا كل شيء حواليكم عبارة عن أشياء وأشكال هندسية. حتى الأشكال اللي مو هندسية بنقدر نشوفها بطريقة هندسية حتى تسهل علينا الرسم. ما تنسوني بإنكم تتابعوني على انستغرام على حسابي هاد، وكمان تشاركوا هذا الفيديو مع أصحابكم يلي بيعرفوني أو يلي ما بيعرفوني، لحتى تقوى القناة أسرع ونرجع ننزل فيديوهات وأتواصل معكم بشكل أفضل. كان معكم نور ياسين، ما تنسوني من السبسكرايب واللايك والشير، وخاطركم ومع السلامة.